بيدخل بسم الله الرحمن الرحيم. الجزئيه اللي بيسقط فيها كتير يا اخوانا، برضو احنا دلوقتي برضو في الديار، نبات الفل او نبات المسك، برضو نفس القصه. الفل والمسك الجماعه الجنائيين للاسف احيانا بيقعدوا يقصقصوا فيه عمال عبطال، عمال عبطال. كل ما يجيب المقص الكبير اللي بيبص بيه ويقعد يقصقص في الفل. البراعم الحامله للتزهير في نبات زي الفل والمسك هي البراعم الحديثه اللي فيها خصوبه، اللي هي عمرها 3 شهور فاكثر، عمرها 3 شهور فاكثر، يعني زي ده اهو خلاص. لما يجي البرعم ده يتكون، يجي يروح الجناين قصه، يتكون تاني يروح قصه، يتكون تاني يروح قصه كده. عمرك ما هتشم ريحة الفل، عمرك ما هتشم ريحة الفل خالص. طيب ايه الحل؟ الحل ان الفل بيتألم، اما انك انت تقلمه في شهر 10 زي ما احنا دلوقتي في 10 خلاص، قبل دخول الشتاء، بحيث يكون براعم خضرية جديدة يدخل عليها الشتاء، هتدخل في طور سكون، هتريح شوية. يدخل عليها الربيع الجديد اللي هو شهر 3، البراعم دي هتاخد نمو اكتر. يدخل عليك شهر 4 الفل يبتدي يظهر معاك زي الفل، وما تمدش ايدك عليه تاني خالص. يبقى يا اما نقلمه في 10، يا اما نقلمه في شهر 2. طب اشمعنى في 10 او 2؟ 10 قبل دخول البرودة عشان يكون كون برعم زهري هيظهر عندي كويس. طيب شهر 2 عشان يكون خلصنا الشتاء، ما ينفعش نقلمه في الشتاء في البرودة عشان ما يحصلش فيه نواشف في الساق الرئيسية بتاعة النبات. فبننتظر لغاية شهر 2 ونروح برضه مقلمينه. والبراعم اللي هتطلع بعد 2 هتطلع معايا في نص 2 و3، هتيجي معاك في 4 يكون مكتملة خصوبتها. هتروح من أول الجو هيبتدي في الدفا، هتروح تظهر عندك وتبقى زي الفل. يبقى الفل عشان نشم ريحته، والمسك نفس القصة، يبقى ما نقعدش نقصص فيه عمال على بطال.